مستمرين معاكم في تغطية حفل افتتاح مونديال الإذاعة والتلفزيون، منورانا النجمة الجميلة واللي دايما حريصة إن هي تكون موجودة كل سنة، تهني الوفود العربية وترحب بالوفود العربية، ودايما طلتها منورة النجمة الجميلة رجاء الجداوي. برحب بيكي ودايما طلتك منوراني. اهلا بيكي حبيبتي، اهلا بيكي. كلمينا النهارده عن تواجدك بقى في المونديال، ويمكن انت كل سنة حريصة إن حضرتك تكوني موجودة في استقبال الوفود. هي فرصة دايما، هي فرصة انك انت تقابلي زملاء، تقابلي شخصيات يمكن كنت ما تعرفهمش، تبادل ثقافي بينا، توسيع معارفك في الوسط الفني. هو شوفي، هو لقاء جميل جدا جدا، بيجمع كل البلاد العربية تحت راية الفن، وده شيء عظيم قوي قوي. يعني النهارده انك انت يمكن السياسة ما عرفتش تعمل ده، ولكن الفن النهارده لانه ملوش حدود ولانه لغة مفهومة من كل الناس، قدرنا نحط ايدنا في ايد بعض كلنا النهارده. يمكن النهارده اقول لكل البلاد العربيه الموجوده، يا ريت تتحدوا كلكم في انكم تعملوا انتاج كبير قوي يقول لا للارهاب، يقول لا، عايزين نحب بعض، عايزين نعيش في سلام، عايزين نعيش في وئام، في استقرار، في طمأنينة. لازم يبقى في عمل كبير الدول دي هي اللي تموله، ويشترك فيه نجوم من كل البلاد العربية، ونقول فيه لا، مش بس أغنية، لا، في عمل يتكتب ويتكتب كويس قوي قوي، ويتصرف عليه كويس قوي، وينتج بشكل مشرف، ويبقى لا فعلا للإرهاب. كل جمهور شاشة البغدادية دايما متابعين أخبار حضرتك، عايزين نعرف جديدك في الفترة الجاية ايه؟ الحقيقة أنا لسه بقرا فيلم جالي امبارح لسه، بس لسه الحقيقة ما قريتوش، يعني هو جالي بس لسه ما قريتوش خالص. هو فيلم إخراج الأستاذ أحمد سمير فرج، و بيتصور كله في سهل حشيش، ولسه ما استقروش عن اسم يعني، فده الشيء الوحيد اللي أنا عندي اليومين دول. لسه الأعمال الفنية المسلسلات لسه لم يعرض عليا شيء.